كيفين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. قبل ما نبداو لا فيديو ديروا لنا جا مع لا فيديو اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، وخليونا ارائكم حول هذا الموضوع اللي رايحه نطرحه لكم. بسم الله على بركه الله. جيتكم تعطوني رايكم في موضوع حساس. انا عايشه مع جداتي في دار جدي، ولدي معودين حياتهم لا علينا. جدي الله يرحمه تزوج على جدتي بوحده صغيره وجاب معها طفله دوك عمرها 6 سنين، كان كاري لها برك. وكي توفى رجعت لدار باباها. هاد السمانه جات قالت خوتي حبوني نخرج نكري، راح يبيعوا الدار وانا ما عنديش وين نروح. المهم حكايه طويله، وقال هذه بنتكم واختكم يلزم تتهلاو فيها. جدتي بالرغم انها مريضه قالت لها عندي شامبرا فارغه ديري فيها اللازم وعيشي انتي وبنتك، حاجه ما تخصك. فرحت مرت جدي، عاونتها، خملنا الشامبرا وسقمناها، وجاب لها عمي الكبير خزانه وتلفزيون فريجيدار صغير، وقالها امشي كد حاجه ما تخصك. انا عندي ولد عمتي عنده 38 سنه عايش عندنا وعنده شامبرتو تاني، وعندي عمي الصغير لتحت بشامبرتو، وزوج عمومي الفوق، وعمتي مش متزوجة، وانا وجداتي. المهم عندها يومين في الليل نط حاشاكم الطوالات، لقيت الباب ولد عمتي مفتوح شوية، مشيت نسمع هضرة نتاع راجل في شامبرا نتاع مرت جدي. خفت قلت اوه شكون هذا، قدمت باش نتأكد، نسمع في واحد الحس ماشي عادي. عاودت دخلت للشامبرا جداتي، والبارح في نفس الوقت زدت نط نلقى ولد عمتي جهة الدروج بشورت قصير وراح يفتح الباب. مرت جدي قلت له هذيك الشامبرا نتاع جدي. قال لي غلط اختي راني دايخ. مشيت للطواليت حاشاكم وخرجت شفت بابها تحل وتغلق تمتم، وباب ولد عمتي مفتوح شويه. دوكا انا يا نسكت ولا نحكي، ولما نحكي واليوم شفت جهة ركبتها زرقاء ويديها زروقة وتغطيها، لبست ليماش ودارت شال كبير. اي انا قلت لها السخانه، قالت لي لا راني بردانه. ومن بعد قالت لي احكي لي عليكم هنايا كيفاش عايشين، واحكي لي على كل واحد في داركم هذه وكيفاش داير. اي انا قلت لها دارنا كامل عاقلين وما عندي اي ما عندي ما نحكي لك عليهم، وخرجت وخليتها. وصلنا لنهاية لا فيديو، اعطوني ارائكم وما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكومنتار. دمتم في امان الله واستنوني فيديوهات واحدة اخرى.